المشاهدون الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية، أستهلها بالعناوين. إصابة مواطنان 2 بفيروس كورونا اليوم. وزارة التعليم توزع أدوات مدرسية للطلاب. تقييم نتائج امتحانات الشهادة المتوسطة في أفعبت. الصين ترد على تصريحات بايدن بخصوص دفاعه العسكري عن تايوان. هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا. انقطاع شامل للكهرباء وإلغاء الرحلات الجوية في بورتوريكو بسبب الإعصار. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في الإقليم الأوسط أظهرت إصابة مواطنان 2 من كازابلاندو ومايتماناي بفيروس كورونا. في غضون ذلك شفي مريض واحد في الإقليم الأوسط. بهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 10,166، شفي منهم 10,058 وتوفي 103، فيما يتلقى 5 مرضى الرعاية في المستشفيات. وزارة الصحة 19 من سبتمبر 2022. أعلنت وزارة التعليم أنها تقوم بتوزيع أدوات دراسية لخدمة السنة الدراسية الكاملة عبر المدارس للطلاب بأسعار مناسبة، وذلك مواصلة لعملية جارية منذ 16 عاما. وأوضح المدير العام لقسم الإدارة والمالية في وزارة التعليم السيد جبرهانس حاجوس أن الأدوات الدراسية المقدمة يقل سعرها عن المباع في الأسواق بنسبة 30 إلى 70% حسب النوع، وتقدم من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية ومؤسسات التعليم الأخرى وطلاب برنامج تعليم الكبار ومحو الأمية. وذكر إن عملية توزيع الأدوات الدراسية جرت في ساوة وإقليم شمال البحر الأحمر، وستوزع في الإقليم الأوسط هذا الأسبوع والأقاليم الأخرى الأسبوع القادم. ودعا لاستخدام جيد للأدوات الدراسية المقدمة بهدف مساعدة الأسر، وتتخذ إجراءات قانونية إذا ضبطت وهي تباع. تفقد حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي في 17 من سبتمبر برامج التنمية في ضاحيتي مابرا وأفامبو في مديرية وسط دانكاليا. وزار السيد الحاكم مشاريع الزراعة وبناء مجرى تحويلي بالنفير في مابرا، وقدم له شرح من المشرفين على العمل. وأشار السفير محمد سعيد إلى أهمية البرامج التنموية الجارية، داعيا لتنسيق العمل لإنجازها في الوقت المحدد. وتفقد سعادته أنشطة إزالة الطمي من سد أفامبو، مشيدا بالمشاركة القوية للسكان، مؤكدا تقديم الدعم اللازم لإنجاح العمل. كما زار حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي مشتل أفامبو لتفقد برنامج إعداد 50,000 شتلة لأعمال التشجير. عقدت إدارة التعليم في مديرية أفعبت اجتماعا يوم 17 من سبتمبر لتقييم تدني نتائج امتحانات الشهادة المتوسطة في السنة الدراسية 2021-2022. وقيم الاجتماع بأن تدني النتائج سببها عدم اهتمام أولياء الأمور وإدارات الضواحي في قضايا الطلاب والتعليم، وضعف دور شركاء العمل وأنشطة التعدين العشوائية، وعدم تجمع القرى، وحياة الترحال الرعوي والبنية التحتية غير الجيدة. وأوصى الاجتماع لمشاركة قوية ومباشرة لأولياء الأمور ومدراء المدارس وإدارة المديرية والضواحي والجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والاتحادات الوطنية في أنشطة التعليم اليومية، والاهتمام لملائمة البنية التحتية في المدارس وتحسين قدرات المعلمين، وإيجاد حل جذري لنقص الكتب. وقال مسؤول المدارس في مديرية أفعبت الأستاذ محمد علي إدريس إن المعلم أساس العملية التعليمية، ويجب على المدراء وأولياء الأمور القيام بالمتابعة اللصيقة لتقديم الخدمات الجيدة، موضحا بأن النتيجة المتدنية في امتحانات الشهادة المتوسطة ليست وليدة اللحظة، ويجب البحث في السنوات الفائتة.
من جانبه أوضح مدير مديرية أفعبة السيد أحمد محمد نور رجب إن التقييم كان إيجابيا لبحثه بعمق التقارير والتعرف على المصاعب، ويتطلب العمل المشترك لحل عاجل. وعلم بأن 13 مدرسة لها مباني جيدة من جملة 31 مدرسة في مديرية أفعبت. استشهد يوم 18 من سبتمبر عضو وزارة الأراضي والمياه والبيئة المناضل في الصحية باهر عقبة عن عمر بلغ 70 عاما جراء مرض فجائي. التحق المناضل في الصحية باهر بقوات التحرير الشعبية في شهر يناير من عام 1975، وخدم قبل الاستقلال في القوات المقاتلة وأجهزة التنظيم، وبعد الاستقلال في مفوضية البيوت ووزارة الأراضي والمياه والبيئة. المناضل في الصحية باهر متزوج وأب لابنين، وقد أوري جثمانه الثرى ظهر اليوم 19 من سبتمبر في مقبرة الشهداء بأسمرة. وتعرب وزارة الأراضي والمياه والبيئة عن بالغ حزنها لاستشهاد المناضل في الصحية باهر، وتقدم تعازيها لأسرته ورفاقه وزملائه. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. قالت الخارجية الصينية إنها تعارض بشدة تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن تايوان، التي أعرب فيها عن استعداد واشنطن للدفاع عن الجزيرة ضد أي هجوم صيني عليها. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ إن بكين تحتفظ لنفسها بالحق في اتخاذ ما تراه مناسبا. وجاء الرد الصيني الرسمي تعليقا على تصريح لبايدن أكد فيه أن القوات الأمريكية ستدافع عن تايوان في حال تعرضها لغزو صيني غير مسبوق. في السياق ذاته أضاف بايدن أنه حذر نظيره الصيني شي جين بينغ من الضرر الذي قد يلحق بمناخ الاستثمار إذا انتهكت بكين العقوبات التي فرضت على روسيا. قالت القيادة المركزية الأمريكية أن هجوما صاروخيا استهدف قاعدة القرية الخضراء التابعة للجيش الأمريكي في شمال شرقي سوريا لم يصب القوات الأمريكية أو قوات التحالف أو أي معدات. وقالت القيادة في بيان إن 3 صواريخ عيار 107 ملم استهدفت القاعدة، وعثر على صاروخ رابع مع أنابيب إطلاق صواريخ عند نقطة الإطلاق على بعد نحو 5 كيلومترات. واستهدفت قاعدة القرية الخضراء الشهر الماضي في أعمال عنف بين الجيش الأمريكي ومسلحين مدعومين من إيران، مما أسفر عن إصابة عسكري أمريكي واحد على الأقل بشكل طفيف. وأثار الحادث ردا أمريكيا أسفر عن مقتل 2 أو 3 من المسلحين الذين نفذوا الهجمات. وقالت وزارة الدفاع إن القوات الأمريكية في شمال شرقي سوريا تحقق في الحادث. وتتعرض القوات الأمريكية في سوريا على فترات لهجمات مشابهة تنفذها فصائل موالية لإيران. تسبب إعصار فيونا الذي بلغت سرعته 140 كيلومترا في الساعة في فيضانات كارثية في بورتوريكو، كما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي بشكل عام في الجزيرة، الذي أثر على أكثر من 3.3 مليون شخص. وقالت الشركة المسؤولة عن نقل الكهرباء أن بورتوريكو تعاني من انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء الجزيرة. وأشار صحيفة النويبو ديا إلى أن إعصار فيونا وصل طول الساحل الجنوبي الغربي المتطرف لبورتوريكو بالقرب من بونتا توكون، وتم إجلاء المئات من السكان من مختلف البلديات بسبب الفيضانات وارتفاع الأنهار بسبب مرور الإعصار. وتبذل وزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ الجهود اللازمة لإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات والصحة والسلامة العامة، ومنع وقوع كارثة في 78 بلدية من بورتوريكو. قالت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء إن أول مهمة صينية لاستكشاف المريخ حققت نتائج علمية مهمة. وأضافت الهيئة وفقا لوكالة الأنباء الصينية أن الباحثين الصينيين أجروا دراسة شاملة عن التضاريس النموذجية في منطقة هبوط المركبة المدارية تيانوين 1، ومن خلال الجمع بين صور الكاميرا وآثار عجلات المركبة الجوالة ومعلومات أخرى، وجد الباحثون أيضا أن التربة في منطقة الهبوط تتمتع بقوة تحمل هائلة ومعايير احتكاك منخفضة.
وتكشف هذه النتائج الجديدة عن تأثير أنشطة الرياح والمياه على التطور الجيولوجي والتغيرات البيئية على المريخ. أختم نشرة أخبار هذا المساء بتذكير بالعناوين. إصابة مواطنان 2 بفيروس كورونا اليوم. وزارة التعليم توزع أدوات دراسية على الطلاب. تقييم نتائج امتحانات الشهادة المتوسطة في أفعبد. الصين ترد على تصريحات بايدن بخصوص دفاعه العسكري عن تايوان. هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا. وانقطاع شامل للكهرباء وإلغاء الرحلات الجوية في بورتوريكو بسبب الأسعار. انتهت نشرة الأخبار قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.